السلام عليكم اخواتي اخواني، سعيده بلقياكم من جديد في وصفه جديده من وصفات قناتكم حلويات كوكتيلا. اليوم ان شاء الله غادي نقترح لكم وجبه اللي سهله وسريعه، حضريها للغداء او لا حتى للعشاء، اقتصاديه في متناول الجميع. كيف دائما نعودكم، مكونات كلها عندك في البيت، سهله وبسيطه، وايضا كتحضر معنا بكل سرعه، فعلا كتستحق التجربه. وكيف العاده خواتي، ما تبخلوش عليا بلايكاتكم للتشجيع فضلا وليس امرا. بطبيعه الحال لا عجبكم اقتراح اليوم والبارطاج باش تعمل فائده للجميع، ولا كنتو كتشاهدوا القناه لاول مره ما تنساوش تشتركوا فيها وتفعلوا زر الجرس باش دائما توصلوا بكل جديد الوصفات. وندوزوا لطريقه التحضير مع ذكر المكونات، وكيف العاده كنتمنى لكم فرجه ممتعه. فعلى بركة الله. كمكونات هنا غادي نحتاج المكون الرئيسي والأساسي في هذه الوصفة هي البطاطس. هنا خديت 3 حبات من البطاطس اللي تيكونوا بحجم متوسط. بالنسبة أخواتي الكمية كتبقى على حسب الرغبة ديالكم، وأيضا على حسب عدد الأفراد الأسرة ديالكم. ممكن تزيدوا كيف ممكن أنكم تنقصوا. فبالنسبة لي أنا اكتفيت هنا ب3 ديال الحبات. من بعد ما تكون نقيتهم وغسلتهم غادي نقطع هكا على شكل طولي بحال الشكل ديال الفريت، ومن بعد غادي نولي نقطعها على شكل مربعات اللي كتكون صغيره في الحجم كيف ما موضح في الصوره. صافي. هنا بالنسبه كيف قلت لكم الكميه، فبطبيعه الحال ممكن تستعملوا الكميه على حسب الرغبه وعلى حسب عدد افراد الاسره ديالكم. غادي نستمر هكا في التقطيع ديال البطاطس حتى كنكمل الكميه اللي عندي كامله. حاولوا انكم هكا ما تقطعوها شويه صغيره، ما تخليوهمش هكا المربعات اللي كيكونوا كبار. الطريقه ديال التقطيع اللي سهله وبسيطه. غادي ندوز مباشره باش غادي نوضعها هكا في واحد الكاسرون. فاش غادي نسلق هاد البطاطس غادي نغسلها مزيان من داك النشا اللي تيكون فيها حتى كي يولي الماء ديالها يعني بيض صافي. كتغسلوها المره الاولى والمره الثانيه باش كتزول من هذيك النشا. كيف كتعرفوا ان ديك النشا لا بقى فيها فراه كتخلي البطاطا تعجن لينا وتفرتت وما كيجيش الشكل ديالها زوين. غادي ندوز مباشره باش غادي نوضعها فوق النار اللي كتكون متوسطه حتى كطيب ليا جيدا. في هاد الاثناء غادي ندوز باش غادي ناخذ 2 حبات من البصل. غادي نقطعهم هكا بشكل طولي، غادي نخليهم هكا على شكل شرائح. بالنسبه لي انا فضلت هكا البصله ديالي نخليها طويله. نتوما لو بغيتو تقطعوها مكعبات صغيره ممكن تقطعوها على الشكل اللي بغيتو. بالنسبه لي انا غادي نخليها هكا طويله كيجي الشكل ديالها زوين. صافي. هنا خديت غير 2 حبات صغارين. وكيف قلت لكم بالنسبه للكميه راه كتبقى على حسب الرغبه وعلى حسب عدد الافراد الاسره. ممكن تزيدوا يعني على حسب الكميه ديال البطاطس ديالكم. ومباشره هنا غادي ناخذ واحد المقلاة، غادي نوضع فيها كميه من الزيت النباتيه على شعله اللي كتكون متوسطه. وغادي نوضع فيها البصل ديالي، كنخليه حتى كيتشحر ليا مزيان، يعني كينزل ليا وكيصبح اللون ديالو الذهبي. يعني خليوها تحمر هكا واحد شويه مع التحريك المستمر بطبيعه الحال. كنبقى كنحرك هكا فيها، والنار خصها تكون متوسطه، ما تجهدوهاش باش ما تحرقش لكم هاد البصله. نتوما هنا في هاد المرحله بغيتو تضيفوا الصلصه ديال الصوجه، حتى هي كتجي زوينه. بالنسبه لي انايا تسالت ليا فراه كنضيفها مع البصل، كتعطينا واحد النكهه اللي رائعه. غادي نزول هكا وغادي نوضعها في واحد الطبيصيل، يعني كنزول ديك البصله ديالي كامله والمقله ديالي راها باقه فوق النار. مباشرة في ديك المقلة فاش طيبنا البصلة غادي ندوز هنا باش غادي نوضع فيها الصلصة ديال الطماطم. ممكن هكا تعوضوها بالصلصة الجاهزة اللي كتباع في المحلات، الصلصة ديال الطماطم. بالنسبة للتوابل هنا غادي نضيف القليل من الملح، القليل من هكا الخرقوم أي الكركم، وأيضا القليل من الابزار، والقليل قليل جدا فقط راس معلقه صغيره من مركز الطماطم فقط، غير باش كيعطينا داك اللون اللي محمر هكا وزوين. بالنسبه للتوامل ما كنكثروش، غير شويه شويه كمل الحاجه، تقريبا راس معلقه صغيره. وغادي نحرك الكل جيدا حتى كطيب ليا هاد المطيشه هادي وكتشحر ليا مزيان، يعني كتنشف ليا من داك الماء اللي تيكون فيها. وهنا في هذه الاثناء البطاطا ديالي من بعد ما كتكون طابت صفيتها من داك الماء اللي تيكون فيها، يعني فاش طابت لينا صفيتها هكا في واحد الشبيكه وقطرتها مزيان، يعني خليتها حتى قطرات ودرتها هكا في واحد الطبيسيل. كيف كتلاحظوا راها ما كتعجنش لينا نهائيا او لا كتفرتت، كتبقى محافظه على الشكل ديالها. صافي. هنا غادي ناخذ هكا واحد الانيه وغادي نضع فيها 2 حبات من البيض. بالنسبه للبيض بالنسبه اخواتي الكميه ديال البيض راه كتبقى على حسب الكميه ديال البطاطس المستعمل. بالنسبه لي انا اكتفيت هنا ب2 حبات من البيض، يعني على حسب الكميه ديال البطاطا اللي عندي.
نتوما الا كنتو غادي تكثروا الكميه ديال البطاطا فغادي تستعملوا من 3 حبات حتى ل 4 حبات من البيض. غادي نوضع القليل من الملح، هكا غير رشيشه خفيفه، وايضا راس معلقه صغيره من الابزار اي الفلفل الاسود. غادي نخلط مزيان البيض ديالي مع الملح هكا بواحد الفرشيط، ومباشره غادي نكب فيها البطاطا ديالي. غادي نحرك مزيان حتى كتنسجم ليا البيض مع البطاطا، يعني كتغلف ليا كامله بالبيض. هكا كنهز من التحت للفوق بواحد الفرشيطه اولا شي معلقه. ومباشره غادي نديها باش غادي نخويها في المقله. من بعد ما تنكون خليتها كتسخن غير واحد شويه، كندهنها بالزيت اولا دهنوها بالزبده، يعني غير باش ما تلصقش لكم هاد الطورطيه هادي فاش تبغيو تزولوها. غادي نكب هكا البطاطا ديالي مع البيض، وكنحاول باش كنقاد الوجه ديالها. كنخلي البيض ديالي حتى كيطيب مزيان وكيشد راسو. هنا صافي البيض من بعد ما تيكون طاب وشد راسو مزيان، غادي نزول ديك الصينيه. ومباشره غادي ندوز باش غادي نوضع الطبقه ديال البصل اللي كنت شحرت معكم من قبل. غادي نوزع هكا كطبقه ثانيه من فوق هاد البطاطا هكا بالتساوي بواحد الملعقه، كنوزع على الجوانب وفي الوسط ايضا. صدقوني هاد الوجبه هادي راها كتجي رائعه، لذيذه بزاف، وكيف ما كتلاحظوا سهله وبسيطه. المكونات كنظن انها متوفره في كل بيت، اقتصاديه بدون لحوم، حضريها حتى لاخر لحظه. غادي ندوز باش غادي نوزع ديك الصلصه ديال الطماطم اللي حضرت معكم ايضا حتى هي بنفس الطريقه هكا بواحد الملعقه. كنحاول باش كنوزع على الجهات كاملين، ما تنساوش حتى الجوانب وفي الوسط ايضا، يعني باش كنتحصل على طبقات اللي كيكونوا متساويين ومقادين. هاد الوجبه هذه راه كتجي بحال البيتزا، يعني الشكل ديالها كيف ما تلاحظوا معايا كتجينا تماما بحال الشكل ديال البيتزا. وهنا كطبقه اخيره غادي نوضع الجبن بعد ما تنكون بشرته. ممكن تعوضوه بالجبن الخاص بالسندويتشات اولا الجبن الموتزاريلا. انا خديت هنايا الجبن الاحمر كيعطينا واحد النكهه اللي زوينه. وكنخلي الجبن ديالي حتى كيذوب تماما. هنا الطورطيه راها طايبه، حنا الغرض ديالنا غير الجبن يذوب. تيكون هذا هو الشكل النهائي ديال الوجبه ديالي اللي حضرت معكم اليوم. وضعتها هكا في الصحن ديال التقديم، زينتها هكا من الفوق بالقليل من المدنوس، رشيشه خفيفه فقط كتزيين بسيط. فعلا كتجي رائعه، من اروع ما حضرت معكم. صدقوني كتجي لذيذه. كنتمنى من كل قلبي انكم تجربوها هكا لوليداتكم وفرحوهم بها، علاش لا؟ راها سهله وسريعه واقتصاديه كيف ما لاحظتوا، ما تعكزوش عليها نهائيا. مكونات كنظن انها متوفره في كل بيت. هنا غادي نقسمها معكم بالجره ديال البيتزا اولا غير السكين لما كانتش متوفره عندكم هكا بحال الطريقه باش نقسموا البيتزا. ممكن تقسموها بالطريقه اللي بغيتو. وكيف دائما عودتكم غادي نهز معكم هكا واحد الطريف باش تشوفوا الشكل ديالها من الداخل كي كتجي فعلا رائعه. كنتمنى اخواتي تجربوها وتردوا عليا في التعليق كي جاتكم، وما تبخلوش عليا بلايكاتكم فقط للتشجيع والبارطاج باش تعمل فائده على الجميع، علاش لا؟ وملتقانا ان شاء الله فيديو جديد مع وصفه جديده واقتراح جديد. خليت لكم الراحه، دمتم في رعايه الله وحفظه، والى اللقاء.